السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أسئلة التقييم الأسبوعي الأسبوع الثالث في مادة الدراسات الاجتماعية. نبدأ مع بعض. هنقول أول حاجة هناخد ورقة عمل الحصة. نشوف مع بعض ورقة عمل الحصة بيقول لي فيها طبعا الدرس ده اللي هو الدرس الثاني اللي هو خصائص سكان قارة أفريقيا. نبدأ مع بعض بورقة عمل الحصة. طبعا الاسم هنا اهو. السؤال الأول بيقول لي أكمل ما يلي. تنتشر بشرق قارة أفريقيا اللغة هقول له اللغة السواحلية. اللغة السواحلية. طيب السؤال الثاني بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة. أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب. طبعا أديب مين؟ مصري. ما قاليش روائي نيجيري مثلا، لا هو قال لي مصري، يبقى نجيب محفوظ. السؤال الثاني بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. طبعا الخاطئة مع التصوير. بيقول لي ارتبطت الموسيقى منذ القدم بالطقوس الدينية في قارة أفريقيا. طبعا العبارة صح. احنا قلنا ليه فاكرين؟ لأن احنا قلنا إن هم كان ربطوا الموسيقى بالطقوس الدينية، لأن هم كان عندهم اعتقاد إن هم لما يرقصوا على الطبول ده بيمثل بالنسبة لهم إرضاء لمين؟ إرضاء للمعبودات. يبقى تاني لأن بنقول الموسيقى ارتبط عندهم بالطقوس الدينية، حيث كانت تمثل إرضاء للإله بتاعهم. طيب السؤال التاني بيقول لي اعطي مثالا على اهتمام قارة أفريقيا بالحفاظ على التراث الثقافي. هتقول لي مثال بس، هو عايز حاجة واحدة بس لاهتمام قارة أفريقيا بالتراث الثقافي. فاكرين لما قلنا تضمنت أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها. تاني تضمنت أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها هدفا خاصا ببناء هوية ثقافية قوية. نكتب هنا هدفا خاصا ببناء هوية ثقافية قوية. هدفا خاصا ببناء هوية ثقافية قوية. طيب السؤال اللي بعده بيقول السؤال الخامس، بيقول لي دلل على صحة العبارة. وصلت قارة أفريقيا إلى العالمية في التراث الأدبي. طبعا القارة كلها. هقول له حيث فاز بعض الأدباء المبدعين بجائزة نوبل زي مين؟ مثل ويليس وينكا ونجيب محفوظ. تاني بيقول لي السؤال دلل على صحة العبارة. وصلت قارة أفريقيا إلى العالمية في التراث الأدبي. هقول له حيث فاز بعض الأدباء المبدعين بجائزة نوبل مثل ويليس وينكا ونجيب محفوظ. السؤال اللي بعده بيقول لي بيقول لي طبعا ندخل وقت في الواجب المنزلي. السؤال الأول في الواجب المنزلي بيقول لي بما تفسر تعاني قارة أفريقيا من انتشار بعض الأمراض. هي ليه فيها انتشار الأمراض؟ طبعا احنا قلنا بسبب انخفاض مستوى الرعاية الصحية والخدمات. يبقى أقول له بسبب انخفاض مستوى الرعاية الصحية والخدمات ده أدى لانتشار الأمراض. السؤال الثاني بيقول لي دلل على صحة العبارة التالية. تتعدد الحرف التراثية التي تعبر عن هوية القارة الأفريقية. أنا عايزة حرف بتعبر عن الهوية الثقافية. هقول له زي الفخار والخزف، ادي حرفة تراثية، فخار وخزف. هقول له زي الجلود والمنسوجات، جلود ومنسوجات. هقول له زي الأواني والحلي، أواني والحلي، حلي أدوات الزينة والأواني بتاعتهم، الأواني والحلي. هقول له كمان الجزء اللي يبقى أنا عندي تاني 3 هم: الفخار والخزف، الجلود والمنسوجات، الأواني والحلي. طيب السؤال التالي بيقول لي ما العلاقة بين الاستعمار الأوروبي واللغات بقارة أفريقيا؟ هقول له العلاقة بين الاستعمار واللغات، هقول له حيث كان الاستعمار الأوروبي سببا في انتشار بعض اللغات زي مثل اللغة الإنجليزية. وطبعا اللغة الإنجليزية كانت زي ما احنا قلنا منتشرة فين؟ في الجنوب، واللغة الفرنسية كانت منتشرة في الغرب والوسط. تاني يبقى الاستعمار الأوروبي، كان الاستعمار الأوروبي سببا في انتشار بعض اللغات زي اللغة الإنجليزية في جنوب أفريقيا واللغة الفرنسية في دول غرب وسط غرب وسط أفريقيا. السؤال التاني بيقول دليل على صحة العبارة. السؤال اللي بعده بقى السؤال الرابع، أكمل ما يلي.
ساعد انتشار الإسلام بقارة أفريقيا على انتشار اللغة إيه؟ أقول له العربية. انتشار اللغة إيه؟ العربية. طب السؤال الخامس بيقول لي ما النتائج المترتبة على انخفاض عدد الأطباء والممرضين بالقارة الأفريقية؟ طبعا انخفاض عدد الأطباء يؤدي لإيه؟ انخفاض مستوى الخدمات الصحية وبالتالي انتشار الأمراض. تاني السؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على انخفاض عندي مستوى الإيه؟ الرعاية الصحية أو الخدمات المقدمة للأفراد، وإيه تاني؟ وأقول له كمان بالنسبة للخدمات الصحية طبعا ده هقول له إيه اللي حصل فيها؟ طبعا ده أدى إلى انتشار الإيه؟ انتشار الأمراض في قارة مين؟ في قارة أفريقيا. طيب نكمل مع بعض كده. ندخل بقى على ايه؟ على ورقة على التقييم الايه؟ الاسبوعي. عندي بيقول لي ايه التقييم الاسبوعي؟ التقييم الاسبوعي المجموعة ألف بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما النتائج المترتبة على انتشار الإسلام في شمال قارة أفريقيا. طبعا انتشار الإسلام في شمال قارة أفريقيا ده انتشار ايه؟ اللغة العربية. يبقى ما النتائج المترتبة على انتشار الإسلام في قارة أفريقيا؟ هقول له انتشار اللغة الايه؟ العربية. السؤال التاني بيقول لي بما تفسر انتشار اللغة الإنجليزية والفرنسية في بعض الدول الأفريقية؟ ليه عندي اللغة الإنجليزية والفرنسية انتشروا في بعض الدول الأفريقية؟ طبعا بسبب الاستعمار الأوروبي، سواء الإنجليزي أو الفرنسي. الإنجليزي أدى لانتشارها في جنوب القارة، الفرنسي أدى لانتشارها في دول غرب وسط القارة. يبقى لما بقول لك سؤال ما تفسره انتشار اللغة الإنجليزية والفرنسية في بعض الدول الأفريقية، هقول له بسبب الاستعمار الأوروبي والإنجليزي والفرنسي. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة. بيقول لي من الأمراض المنتشرة في أفريقيا والتي ينتقل بواسطة ذباب التسيتيس، طبعا مرض الإيه؟ النوم، مرض النوم. طيب السؤال رقم 4 أكمل ما يلي. تنتشر لغة المندي بأفريقيا، طبعا دي في إيه؟ المندي في غرب أفريقيا، تنتشر في غرب إيه؟ أفريقيا. السؤال رقم 5 بيقول لي إيه؟ بيقول لي دلل على صحة العبارة. ارتبطت بعض الفنون الأفريقية بالطقوس الدينية بأفريقيا منذ القدم. احنا قلنا المقصود بالفنون الأفريقية زي فن إيه؟ الموسيقى، ما الفنون كتيرة. هقول مثلا الموسيقى، ارتبط الموسيقى زي ما لسه قايلها من شوية بالطقوس الدينية حيث كانت وسيلة للتقرب للمعبودات. احنا قلنا كان الرقص على أنغام الطبول كان وسيلة للتقرب للمعبودات. يبقى أقول له ارتبطت الموسيقى بالطقوس الدينية حيث كانت وسيلة للتقرب لإيه؟ للمعبودات. طيب السؤال المجموعة التانية بيقول لي برضو أول سؤال فيها ما النتائج المترتبة على استعمار الإنجليزي والفرنسي؟ سألنا دلوقتي ما النتائج المترتبة على الاستعمار الإنجليزي والفرنسي لقارة أفريقيا؟ طبعا انتشار اللغات بتاعتهم زي إيه؟ انتشار اللغة الفرنسية في غرب أفريقيا. تاني انتشار اللغة الفرنسية في غرب أفريقيا والإنجليزية في جنوب أفريقيا. تاني كده انتشار اللغة الفرنسية في غرب أفريقيا والإنجليزية في جنوب إيه؟ أفريقيا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي بما تفسر انتشار اللغة العربية في شمال قارة أفريقيا؟ ليه اللغة العربية انتشرت في الشمال؟ هقول له بسبب انتشار إيه؟ الإسلام. بسبب انتشار إيه؟ الإسلام. السؤال رقم 3 بيقول لي إيه؟ بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة. بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة. روائي نيجيري فؤاد، روائي نيجيري اشتهر بالدفاع عن الهوية والثقافة الإفريقية وحصل على جائزة نوبل في الأدب. طبعا ويلي إيه؟ سوينكا. ويلي سوينكا ده روائي إيه؟ نيجيري بيكتب روايات. أكمل ما يلي. من اللغات التي تنتشر بجنوب أفريقيا نتيجة الاحتلال، طبعا الإنجليزي هي الإنجليزية. من اللغات التي تنتشر بجنوب أفريقيا نتيجة الاحتلال هي مين؟ اللغة الإنجليزية. السؤال رقم 5 بيقول لي دلل على صحة العبارة. تتعدد الحرف التراثية تعبر عن هوية القارة الأفريقية. لسه قايلين في سؤال فوق. من الحرف التراثية إيه؟ الفخار والخزف. فخار وخزف. الجلود والمنسوجات. الجلود والمنسوجات والأواني والحلي والأخشاب. الأواني والحلي والأخشاب. طبعا دي إيه؟ طبعا دي يعني حرف إيه؟ تراثية. فخار، خزف، جلود، منسوجات، أواني، حلي إيه؟ أخشاب. طيب المجموعة التالتة بيقول لي إيه؟
ما النتائج المترتبة على انخفاض مستوى الخدمات الصحية لقارة أفريقيا؟ احنا لسه فوق. انخفاض مستوى الخدمات الصحية أدى لانتشار الكثير من الأمراض. مش عايز نقول الأمراض زي إيه، مش دليل، أنا بقول لك من النتائج، يبقى أقول له انتشار الكثير من الإيه، الأمراض. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بما تفسر تعاني قارة شعوب أفريقيا من مجموعة من الأمراض. أنا عندي قارة أفريقيا بتعاني من الأمراض اللي بقى، خلي بالك الجزء اللي فوق ده السؤال ده إجابته هنا أهي، تعاني قارة أفريقيا من مجموعة من الأمراض. هقول له نفس السؤال اللي فوق ده، انخفاض مستوى الخدمات الصحية أهي، انخفاض مستوى الخدمات الصحية. يبقى أنا عندي أمراض كتير ليه؟ لأن مفيش خدمات صحية مقدمة للأفراد، يبقى أقول له بسبب انخفاض مستوى الخدمات الإيه؟ الصحية. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة. أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب. مصري، خلاص مش هقول لي رواية نيجيري. أول أديب مصري هو الأديب مين؟ نجيب إيه؟ محفوظ. أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل الأديب نجيب إيه؟ محفوظ. السؤال رقم 4 بيقول لي أكمل ما يلي. حصل أديب مين على جائزة نوبل لدفاعه عن الثقافة الإفريقية وحمايتها من تأثير الاستعمار؟ ويليس وينكا. ويليس وينكا ده اللي حصل على جائزة نوبل من أجل الدفاع عن الثقافة الأفريقية وحمايتها من الاستعمار، من تأثير الاستعمار. السؤال رقم 5 بيقول يدلل على صحة العبارة. تعمل مصر على تعزيز التعاون الثقافي مع دول أفريقيا. مصر كان لها دور على تقوية التعاون الأفريقي مع دول أفريقيا. قولي لي دليل. يبقى قولي لي هي عملت بعض الحاجات زي إيه؟ هقول له حيث قامت مصر بتفعيل العديد من الفعاليات. قامت مصر بتفعيل العديد من الفعاليات مثل المهرجان العربي الأفريقي. المهرجان إيه؟ العربي الأفريقي. يبقى تاني، قامت مصر بتفعيل العديد من الفعاليات زي مثل المهرجان العربي الأفريقي ومهرجان الطبول والفنون التراثية. قامت مصر بتفعيل العديد من الفعاليات مثل المهرجان العربي الأفريقي ومهرجان الطبول والفنون التراثية. وإيه كمان؟ وعملت مصر برضو المهرجان العربي إيه؟ الأفريقي. المهرجان العربي إيه؟ الأفريقي. طيب بكده نكون خلصنا مع بعض أسئلة إيه؟ التقييم الأسبوعي للأسبوع الثالث في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الإيه؟ للصف الأول الإعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.